بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. ان شاء الله هننفذ مع بعض النهاردة موديل الكوليه اللي شفناه في اول الفيديو بطريقة سهلة وبسيطة. ما ننساش ندوس لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة والموديلات اللي هننفذها بإذن الله. هنبدأ هنا. ده معايا خيط حظاظات ومعايا نوعين سلاسل او شكلين، هما الاتنين دهب صيني. ده الشكل الاولاني وده الشكل التاني. طبعا بعتذر عن اي صوت ظاهر في الخلفية، زي ما قلت لكم انا بصور بالنهار وفي عمال شغالين في نفس العمارة. معايا طبعا العقيق زي ما شفنا، وده حجر الهيماتايت اللي احنا شفناه في فيديو المشتريات. ومعايا كده بعض الدلايات اللي انا ممكن استخدمها في الموديل بتاعي. هنشوف احنا هنستخدم منها ايه. زي ما قلت لكم التصميم زي ما تحبوا، مش شرط يعني انتوا ممكن تروحوا تشتروا ما تلاقوش نفس الدلايات دي. نجيب الحاجات اللي ممكن تمشي مع الموديل اللي احنا هننفذه. ودي كده مسامير المقطرة اللي انا وريتها لكم برضو في فيديو المشتريات. هنشوف برضو استخداماتها ازاي، تابعوا معايا الاخر. والعدة بتاعتي والولاعة، وطبعا العلبة بتاع التقفيل واللي فيها المعادن. هبتدي كده ان انا هلسع طرف الخيط عشان يرضى يدخل معايا في الخرز بتاعي. هبتدي اول حاجة اقفل جنب الخيط الاولاني. طبعا دي الحباسة او عين السمكة، بق السمكة انا اسفة. في ناس بتسميها بق السمكة، هي اسمها حباسة، شفناها قبل كده. وده طبعا الستوبر بنستخدمه مع الحباسة، هنشوف برضو بنستخدمه ازاي. البنات اللي لسه اول مرة تتابعني اعملوا اشتراك للقناة بإذن الله. هنزل لكم موديلات جديدة وهيبقى شرحها بسيط وسهل عليكم. ابتدي ادخل كده الحباسة في الخيط، بدخلها بظهرها بحيث ان هي يبقى بقها مفتوح لفوق. وبعد كده هبتدي ان انا ادخل الستوبر. انا قلت لكم احنا بنستخدم ستوبر واحد، بس انا هنا هستخدم 2 ستوبر زيادة امان، لان العقيق حجر العقيق تقيل، فالعقد هيبقى تقيل، فمحتاجة ان انا ابقى مأمنة الشغل بتاعي، مش اول ما البسه مع اول حركة والتانية الاقيه فك من بعضه. واحنا استخدمنا هنا الخيط لان الخيط متين وهو انسب حاجة مع العقيق. العقيق بيبقى تقيل على الواير فما ينفعش استخدم معاه الواير. هبتدي اقفل كده على الستوبر واتأكد ان انا ضغط عليه كويس زي ما قلت لكم قبل كده، احنا بنطبقه على بعض. واتأكد ان هو مقفول كويس بحيث ما يتحركش، لانه لو اتحرك بالتالي هو المفروض عمل الستوبر ده ان هو بيمنع الحباسة ان هي تطلع، فلو اتحرك الحباسة هتطلع والعقد كله هنلاقيه فرط. فاتأكد من النقطة دي كويس. والحاجة اللي حاسة ان هي هتبقى تقيلة او شغل هعمل موديل مثلا تقيل، يبقى 2 ستوبر مش اقل من كده. لكن لو حاجة خفيفة عادي مفيش مشكلة، هو ستوبر واحد اصلا، هو في الاساس احنا بنستخدم واحد. انا كده قفلت الستوبر بتاعي وقفلت عليه بالحباسة، بظبطها كويس كده واقفلها كويس. وبعد كده هبتدي اشوف المسافة او الطول يعني اللي انا عاوزاه استخدمه من الخيط، وابتدي ان انا اقصه من الناحية التانية. احاول اقدر المسافة كده بحيث
يعني ما بيبقاش فيه هدر كتير في الخيط. انا دي قصيتها هعمل منها الجنبين زي ما هنشوف مع بعض كده. لزعت كده الخيط عشان اعرف ادخل الخرز، وهبتدي ان انا ادخل الخرز بتاعي بالترتيب اللي انا عايزاه. هو عقد العقيق ده كان الوان كده عشوائية، فنحاول نخليه برضو الوان عشوائية كده، منحطش لونين زي بعض ورا بعض. حطيت كده 3 خرزات عقيق، وبعد كده 3 فواصل هيماتايت. هيماتايت ده زي ما قلنا هو حجر معدني، مش بيغير لون، هو حجر طبيعي بس ليه خصائص المعدن. بالشكل ده كده هفضل بنفس النمط ده لحد ما خلصت العقد بتاعي. اللي متابعني عارف قد ايه انا بعشق خرز العقيق، يعني بجد خرز كده في حتة تانية خالص. حطينا كده 3 خرزات عقيق، وهبتدي احط فواصل الهيماتايت. انا بحاول اخلي الفيديو مش بسرعه علشان اللي لسه بتبدأ، اللي لسه ما اشتغلتش خرز قبل كده، لسه اول مرة، يعني يبقى الموضوع سهل عليها، يبقى كل حاجة واضحة. هنا انا بحاول اخلي الخرز مختلف، ما اخليش خرزتين ورا بعض نفس اللون. نبتدي احط فواصل الهيماتايت. طبعا يا بنات ما ننساش اللايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعارات وتنبيهات بكل الفيديوهات الجديدة، ونشتغل مع بعض موديلات تانية كتير. بصوا الالوان بجد تحفة، الوان حلوة قوي. وفي الحقيقة كمان يعني سيبكوا بقى من تصوير الكاميرا ده، في الحقيقة كمان بتبقى الالوان احلى واحلى. انا بحاول اقطع التسجيل الصوت اول ما يبقى فيه صوت خبط او كده واشغله تاني، فلكم ان تتخيلوا بقى لو لقيتوني بعيد الكلام عادي. المشكلة انا بصور طبعا او بسجل في الوقت اللي بنتي فيه في الحضانة، بالنهار، فطبعا العمال شغالين بالنهار، فبصوا حظي جميل قوي يعني. نحاول كده ناخد الوان مختلفة. انا كده عملت الجنب الاول من العقد. بصوا الالوان تحفة، الوان العقيق بجد رهيبة. هبتدي ان انا اقفل الجنب ده بقى زي ما قفلت في البداية، برضو هدخل الحباسة بظهرها، وهبتدي احط الستوب. الافضل يعني بصوا امسكوا الستوبر كده
بالبنسة لان هو صغير جدا. فبصوا هبتدي اقفل الجنب ده. طبعا الخيط ده انا هقصه واعمل بيه الجنب التاني ده ما يترميش. ونحاول نلف العقد كده على بعضه زي ما انا لفاه كده، علشان خاطر يبقى في مجال للخرزة ان هي تتحرك، ما يبقاش الخيط ضيق فالخرز مع الحركة بيخبط في بعضه وكده ممكن يتكسر. فخلوا فيه يعني شوية ايه، مكان واسع عليهم كده، ما تضيقوش الخيط اوي عليهم. بنعمل نفس الحركة دي كده في السباحة، لان السباحة برضو بتبقى في الايد على طول. لازم نلف العقدة على بعضه كده علشان خاطر الخرزة تبقى واخدة راحتها في المكان، مع الاحتكاك ممكن تتكسر. شايفين القمر؟ بجد قمر. دي اول جنب. هبتدي هنا هفصل بقى وهعمل تاني جنب واجيلكم اهو. ده عملنا كده الجنب التاني بنفس الطريقة بالظبط، بس انا مرضتش اسجله عشان ما اطولش الفيديو عليكم. وعملت برضو المسامير دي، هنشوف برضو مع بعض عملناها ازاي. ده شكلها كده. حطيت فاصل هيماتايت من تحت وخرزة بقت بالشكل ده. بص هو الفاصل اصلا واخد شكل كده جميل قوي. وقفلت الحلقة من فوق. هنفذ معاكم برضو كذا واحدة عشان تعرفوا اتعملت ازاي. اول حاجة هنجيب المسمار المقطر، هندخل فيه الفاصل الهيماتايت وبعد كده الخرزة بالشكل ده. وبعد كده هجيب البنسة اللي هي دي اللي بعمل بيها حلقة، وهبتدي ان انا الف كده. انا بدوس وبلف بدوس وبلف لحد ما يظهر عندي الحلقة دي. مش عارفة هي باينة ولا لأ. اهي باينة كده. انا بفضل الف بمسك الطرف المسمار وبلفه على البنز عشان يعملي الحلقة دي. الحلقة دي بعلق منها بقى الخرز. نبتدي نعمل واحدة تانية. طبعا هيماتايت في الاول وبعد كده خرزة. وهمسك طرف المسمار وهلفه على البنز عشان يكون عندي الحلقة دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. اهو بصوا انا بقفل المسمار طرف المسمار ازاي. اعتقد واضح. هبتدي بقى اجيب ده اسمه زرد، هستخدمه عشان اقفل العقد اللي انا عملته مع السلسلة بتاعتي. نجيب كده اول السلسلة وافتح الزردة بمسكها بالبنستين كده واعملها عكس عكاس عشان تتفتح. هي دي الطريقة الصح الفتحة، والقفل بيبقى الناحية التانية، بيبقى عكس الحركة اللي انا عملتها. هنشوفها برضو مع بعض. ساعات طرف الحباسة بيبقى مش جاي مع بعضه، فلازم كده واحدة واحدة عبال ايه ما نعدله عشان يبقى قصاد بعضهم، الفتحتين قصاد بعضهم.
وابتدي بصوا بقفل ازاي عكس. اتأكد انها مقفولة كويس. تمام، هشوف بقى الطول اللي انا عايزاه كده عشان ابتدي ان انا اقص. زي ما قلتلكوا دي دهب صيني مش بتغير لون، فدهب صيني مع العقيق مع الهيماتايت، يعني بصوا ميكس كده عمر طويل. ابتدي كده اقص الطول اللي انا عايزاه. هو بيبقى فيه بين البرق ده حلقات كده صغيرة، فعلى حسب الطول اللي انتوا عايزينه بتقصوا الحلقة وبتشيلوها، طبعا ما ينفعش تخلوها. نجيب زرادة تانية عشان اقفل الجنب التاني. نبتدي ندخلها في العقد وبعد كده في السلسلة. نحاول بس نظبط السلسلة بحيث ان هي متبقاش لفة كتير. وابتدي اقفل بالشكل ده. شايفين شكلها قمر؟ ممكن تسيبوها سادة كده، وممكن لو حابين هنعلق فيها الخرز اللي احنا عملناه والدلايات كمان. حطها قدامي بس كده، وبطريقة عشوائية هبتدي ان انا اعلق الدلايات واعلق الخرز اللي احنا عملناه في المسمار ده. شفتوا بفتح الزرار ده ازاي؟ انا لقيت الدلاية دي كده فيها الوان كتير زيها زي العقيق، فحسيتها لايقة حلوة. انا هنا هجرب اركب المسمار اللي فيه الخرز المقطع اللي فيه خرز العقيق ده، هركبه الاول في زردة وبعدين اركب الزردة وهشوف هل هتبقى ماشية ولا ايه. دي عندي برضو دلاية تانية كريستال كده، كريستال طبيعي، حسيت برضو شكلها يبقى حلو. زي ما قلتلكوا هجرب الخرزة اللي في المسمار المقطر دي، هركبها في زردة وبعدين هركبها في السلسلة، شوفها هتليق ولا لا. حسيتها شكلها كده مش حلو، لو تركبت دايركت في السلسلة على طول هتبقى احلى، لكن مع زردة كده شكلها مش لطيف. هبتدي افتح الحلقة اللي انا قفلتها واركبها في السلسلة وبعدين اقفل الحلقة تاني. هفتح الحلقة حاجة بسيطة يعني، مجرد بس تدخل جوه السلسلة واروح قافلة الحلقة اللي انا كنت عاملاها تاني بالشكل ده.
هنركب بقى باقي الخرز كده بطريقة عشوائية زي ما تحبوا. هفتح برضو كل حلقة كده مقفولة وادخلها في السلسلة، وبعدين ابتدي ان انا اقفلها. طبعا يا بنات اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. وبعتذر عن اي اصوات بتظهر في الفيديو، والله بحاول على قد ما اقدر اني اوقف التسجيل لما يبقى فيه صوت عالي او صوت خبط او كده. يعني تقريبا قدروا كده المسافة بين كل خرزة والتانية. دي اخر خرزة. هي كان المسمار بتاعها بايظ، مكانش راضي يتفتح، فانا غيرت هتلاقوا الفيديو قطع، غيرت المسمار بتاعها. لو هنا ركبت كده كل الخرز، وكمان زودت معاه دلايات كوين كده، حسيت ان هي تبقى شكلها حلو. يا رب تكون باينة. بجد يا بنات تحفة على الحقيقة، شكله حلو قوي. هبتدي بقى احط السلسلة اللي هتقفله من الاخر، السلسلة طبعا والقفل. انا هحط السلسلة من ناحية، وهسيب يعني شوية، هقيس الطول كده، هسيب شوية كويسين على حسب انا عايزة طول العقدة قد ايه، على حسب الطول اللي انا محتاجاه، واسيب كمان شوية علشان لو حبيت اطوله زيادة يبقى معايا مساحة ان انا اطوله. وهركب القفل في الناحية التانية، يعني انا طرف هركب فيه السلسلة بطول مناسب، عشان لو حبيت في اي وقت اطولها اقصرها، يعني يبقى معايا المساحة ان انا اغير مقاسها في اي وقت. فانا هو ركبت السلسلة في جنب، والجنب التاني الطرف التاني هبتدي ان انا هركب القفل. ده شكل القفل. بالراحة كده زي ما قلتلكوا، ساعات الحباسة الفتحة بتاعتها مبتبقاش جاية على بعض. هنا ركبت اهو القفل في جنب، والجنب التاني حطيت فيه السلسلة بالطول اللي انا عايزاه، او زيادة شوية عن اللي انا عايزاه. وهحط كده في اخر السلسلة، هعمل برضو خرزة كده بالمسمار المقطر زي اللي انا عاملاهم في السلسلة من تحت، هتدي شكل كده بدل السلسلة ما تبقى يعني فاضية كده ما فيهاش حاجة. وانا ما قفلتوش قوي اهو، ودخلت فيه السلسلة، وبعد كده هبتدي ان انا اقفله بس. وعلى حسب بقى انا معايا، بصوا السلسلة دي كلها، عايزة اضيق عايزة اوسع، احط القفل في المكان المناسب اللي انا عايزاه، سواء عايزاها طويلة سواء عايزاها قصيرة، اقصر براحتي واوسع واطول براحتي. ده كده الشكل النهائي للسلسلة. يا رب يكون باين، ويا رب يكون الشرح كان سهل.
دي الكوينات كده اللي انا ركبتها. طبعا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي هننفذها بإذن الله. يا رب يكون الشرح كان سهل وتعرفوا تنفذوه ونفذوها يا بنات. بجد شكلها في الحقيقة مختلف جدا عن التصوير وأحلى بكتير. مع السلامة.